السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في موضوعنا موضوع التسامح. الحلقة السابقة تحدثت عن ما هو التسامح وماذا يعني العفو والصفح. وتحدثت يمكن على يعني بشكل مختصر على الفوائد التي تعود للأسرة وللأبناء من هذه السمة أو من هذه واحدة من الصفات أو مكارم الأخلاق التي حثنا عليها ديننا الإسلامي. الآن نأتي يعني كيف أنا أغرس في ابن هذا المبدأ. طبعا دائما أنا في كل موضوع أحاول في البداية نتكلم بشكل عام فوائد الموضوع أو فوائد الحلقة. نأتي في جزئية اللي هي دائما تكون في الجزء الأخير في الموضوع اللي هي كيف أنا أدرب. يعني مثلا أنا يمكن الجميع اللي شاهدنا الآن الكل يعرف أكثر مني يعني ما هو يعني فوائد هذا العفو والصفح، لكن كيف أنا أدرب ابني؟ كيف أعلم ابني أن يتسامح، أن يعفو، أن يتحلى بهذه السمة؟ أولا يعني تكون أنا أقرص في ابني مبدأ العفو والتسامح مع مراعاة الإنصاف والعدل ورفض التعصب الأعمى. يعني بمعنى أنه من خلال أنا أعلم ابني أربيه على هذه السمة حتى تبدأ في الأخوان فيما بينهم. يعني إذا حصلت مشاجرات في الأسرة نفسها بين الأخوة ونحن قدوة حقيقة، أبنائنا يقلدون في كل شيء. إذا كان أنا ابني وأنا دائما يسمعني أنا أذكر أخوي فعل لي كذا، عمي فعل كذا، هذه الأحاديث اللي نحن نكررها في بيوتنا، وكم من الأسر دمرت بهذه السلوكيات، وإن أبنائنا يقلدون ونحن نموذج ونحن مسؤولين أمامهم، فهم يقلدون. طيب يقول الابن يكون عنده مسجل انه والله عمي فعل لامي كذا، ابي وعمي اتخاصموا في الامر الفلاني، في ورثه، في غيره، كثير من الاشياء قد ما يسع المجال للحديث عنها. هذه واحده من الاشياء اللي تجعل قلوب يعني تكون قلوب سبحان الله يعني سوداء، يعني كلها حقد وقل وكراهيه، وان نحن دائما يعني هذا الحبر الاسود المختوم يعني. فتكون واحدة من الأساليب نحن نكون قدوة بالنسبة لأبنائنا. النقطة الثانية نحن فيما بيننا كأسرة يعني نترجم هذا العفو عمليا من خلال تصرفاتنا، من خلال ألفاظنا، من خلال تعاملنا. النقطة الثانية أن نحن نهتم بعناية القصص الموجود، مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم، كثير من قصص حياة النبي كلها قدوة، كلها دروس تربوية. كيف تعامل مع قريش، كيف تعامل مع أبناء عمومته من قريش، كيف كان تعامله في صلح الحديبية، كيف كان تعامل الرسول في فتح مكة، كيف تعامل مع أبو سفيان وغيرهم من كبار قادات قريش. هذه النماذج وهذه القصص حقيقة واحدة من وسائل تدريب الأبناء على كيف يعفو وكيف يصفح. النقطة الثانية اللي هي ندربهم على البشاشة، على الابتسامة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، نبادر بالسلام، نبادر بالتحية. هذه كلها يعني سبحان الله قيمنا الإسلامية، فنحن نبادر بها وتكون إحنا ندرب أبنائنا أنه يتحلى بهذه السمة. تعزيز روح الجماعة والمشاركة يعني بأسلوب يعني يكون بعيد عن استخدام العنف وفرض الرأي. يعني حتى في البيت أنا أدرب ابني أثناء الجلسة، أثناء النقاش، نحترم آراء بعض، ناخذ وقتنا في الحديث. هذه الجلسات اللي يكون فيها تدريب عملي من خلال الحوار. أنا أسمح لابني احترم رأيه ويعني أوجهه بطريقة صحيحة دون تعنيف ودون تأنيب ودون انتقام، وبالتالي الابن تدرب كيف يتحدث، كيف يتعامل. النقطة اللي هي الرابعة اللي هي مبدأ اللي هي التربية الناحية الفكرية، من خلال ترسيخ يعني يكون عندي مبدأ الوسطية والاعتدال في أفعالي، في أنا ما أكون متشددة متصلبة لرأيي. يعني سبحان الله ننمي هذه الطريقة، تنمي روح الانتماء، روح انتماء أولا للأسرة، وروح انتماء للمجتمع، وروح الانتماء إلى مبدأ المواطنة، وتكون هذه تنمو مع الطفل في كل المراحل. نبدأ من مرحلة الطفولة المبكرة والتي ذكرتها أنا، كيف تكون مهم أن احنا نقص في أبنائنا هذه القيم
ومن ضمن هذه القيم قيمة العفو والصفح وقيمة اللي هي التسامح، لأنها هي تؤدي إلى التماسك المجتمع وتعود يعني سبحان الله بنفع كبير للمجتمع، وتكون واحدة من أسباب التحابب والتوادد بينات الأطفال، وهذه بيؤدي إلى تحريم الغيبة والنميمة ويعني شهادة الزور. يعني لأنه إذا كنت أنا أحقد وأنا أكون أبقد هذا الشخص، بالتالي ممكن أنا أنتقم منه، أنا ممكن أشوه سمعته، وممكن أشهد شهادة زور. فيبدأ الطفل من هو في مرحلة، من هو في عمر مبكر، أنا أدربه على أنه يكون أمين وصادق على الحق، وأنه يعفو ويتجاوز. وهذه ما هي من القيم اللي هي يرتقي بها الإنسان. تغرس فيه كذلك قيم اللي هي الانفتاح واحترام الرأي الآخر، الاهتمام بلغة الحوار، وهي تعتبر حجر الزاوية في تعليم الطفل العفو والصفح. يعني الحوار بلغة الحوار والتفاوض والتواصل واحترام الرأي الآخر، هذه هي واحدة تعتبر من حجر الزاوية، وتعتبر من أساسيات في التربية. إن إحنا إذا كان خرجنا هذه الأبناء بهذه العقلية، بهذه النفسية الطيبة، النفسية الإيجابية، الشخص اللي هو القائد الذي يدير نفسه ويدير الآخرين، فبالتالي حيكون نستطيع من خلالها كذلك تجنب التنافس الغير شريف، وأنه يكون بين الأطفال يكون تنافس إيجابي، تنافس شريف، ويكون يعني يخضع للموضوعية وللإيجابية. كذلك واحدة من آثارها الإيجابية الشعور التسامح، يكون يعني واحدة من الأشياء اللي تجعل التحابب على مستوى الشعوب ومستوى الدول. ويعني دائما هذا الأسلوب بيقلل من كثير من الأحقاد زي ما قلت، وهو يكون شعور بيؤدي إلى الرضا والطمأنينة. وأنا إذا شعرت بالرضا والطمأنينة وأنا أعيش في بيئة، فبالتالي حينعكس حتى في كل شيء، في أدائي، في تحصيلي، في حالتي النفسية، وفي وضعي الاجتماعي. كسب الناس وحبهم واحدة من أسباب استقرار الأسرة. إذا كانت الأسرة تعاني من هذه المشكلة، كيف تشعر الأسرة بالأمن والاستقرار؟ يعني دائما أنا ما حكون مطمئنة لأهل زوجي، ما حكون مطمئنة لجيراني، لأنه أصلا قلبي مليء بالأحقاد وبالكره. فبالتالي تكون واحدة من أسباب حسن الجوار وحسن التعامل وحسن يعني معاشرة الآخرين. وهذه واحدة من أساليب رضا الله سبحانه وتعالى، وهذه نحن ما نسعى إليها، أن نحن نزيل كل هذه الأحقاد، وأن نعمل على حماية المجتمع بشكل عام، وفي المقام الأول حماية أنفسنا وحماية أبنائنا وحماية مجتمعاتنا. لأن الإنسان إذا عاش في بيئة آمنة وبيئة مطمئنة، بيئة مستقرة، هذه الأشياء من الأشياء اللي تجعل الإنسان يعيش في تناغم وفي توافق. وأساس الصحة النفسية هي التوافق. الصحة النفسية مختصرها أن الإنسان يعيش في حالة إيجابية، في حالة استقرار، تقوي العلاقات والترابط بين أبناء المجتمع الواحد، وتكون هي واحدة من أساليب زي ما ذكرت من الأشياء اللي تؤدي إلى استقرار الفرد واستقرار الأسرة واستقرار المجتمع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا يعني أداة، ويجعلنا نحن قدوة، ويجعلنا نحن يعني نكون سبب في ولو بالشكل البسيط ان احنا نوصل هذه الرسالة، وان نكون نحن كذلك ربما هذه الرسالة تلامس يعني واقعنا، وهذه الرسالة تكون سبب في انه الانسان يعني تكون سبب في مراجعات. يعني فنحن كلنا نحتاج لهذه المراجعات، وكلنا نحتاج انه نعيش يعني في بيئة مستقرة. يعني الكل يتفق معي على هذا الامر. نسأل الله ان يعم الامن والاستقرار في بيوتنا وفي مجتمعاتنا وفي اوطاننا وفي عالمنا وفي امتنا بشكل عام. وصلنا لختام حلقتنا هذا اليوم وفي هذا الموضوع. إلى أن نلقاكم في موضوع آخر وحلقة جديدة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.